كشف نيكو ويليامز لاعب فريق أتلتيك بيلباو والذي كان مرشحا للانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي عن اللاعب الذي يرغب في اللعب بجواره. وقال نيكو ويليامز في تصريحات صحفية: اللاعب الذي أرغب في اللعب معه هو كيليان مبابي، هو لاعب رائع، كنت أتابعه منذ أن كنت صغيرا ومنذ أيامه في موناكو وأحببت أسلوب لعبه كثيرا. ظهرت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة تفيد برغبة ليفربول في ضم أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد. وأشارت التقارير بأن ريال مدريد لا ينوي التخلي عن اللاعب ويراه عنصر هام بخططه المستقبلية. وافادت التقارير بأن ريال مدريد أغلق الباب تماما أمام فكرة رحيل لاعبه ليجهض أي أمل لليفربول في ضمه. لا تتحدث الإحصائيات إيجابا بالنسبة لمشاركات تشواميني مع الريال على الصعيد الدفاعي، حيث أن مشاركات الفرنسي في خط الوسط تعطي ذات نسبة غيابه أو أقل. المبارزات الدفاعية يتفوق فيها الريال بنسبة 60.9% في وجوده مقابل 59.4% في غيابه. المواجهات الفردية تشهد تفوق البلانكو بنسبة 46% في وجود أوريلين، بينما تزداد في غيابه إلى 49.6%. أما عن الأهداف المستقبلة فترتفع في وجوده بنسبة هدف في كل مباراة عن 0.8 في غيابه. يعتلي ريال مدريد صدارة الأندية الأكثر متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ب 422 مليون متابع. هذا ويليه كل من برشلونة 363 مليون، مانشستر يونايتد 217 مليون، باريس سان جيرمان 184 مليون، مانشستر سيتي 160 مليون. دافع الإعلام دارين لويس الذي أجرى الحوار مع فينيسيوس جونيور عن النجم البرازيلي، مؤكدا على أنه قد تم اقتطاع أجزاء من حواره وتأويلها، ولكن لم يتم التطرق للحديث كاملا. ما حدث أساء لنجم الريال وجعل موجة من الهجوم تعصف به، على الرغم من أنه لم يوجه أي إساءة لإسبانيا بشكل خاص كما تعمد البعض إظهاره. فيني ليس من الشخصيات المحببة للكثيرين في إسبانيا بسبب قتاله ضد العنصرية، حيث يأخذ البعض الأمر على محمل شخصي بأنه يوجه الانتقادات للشعب الإسباني، وهو ما لم ولن يقصده النجم البرازيلي الذي كل أزمته أنه يبحث عن ملاعب بلا عنصرية. أفادت المصادر المدريدية بأن راؤول أسينسيو بات الخيار الوحيد المتاح لأنشيلوتي من أكاديمية الريال لتدعيم الدفاع في ظل إصابات الفريق الأول وشباب البلانكو. سيدخل كارليتو مواجهة سوسيداد مع وجود مضمون لفايخو، وربما يصاحبه كارفاخال في الخط الخلفي، وهو ما يجعل الفريق في حاجة لمدافعين ممن يعزز فرصة أسينسيو في دخول القائمة. سيقدم ريال مدريد عقدا جديدا لخوان مارتينيز، حيث لا يزال النادي يؤمن بالشاب برغم إصابته بتمزق الرباط الصليبي. الريال يثق بشكل كبير في مدافعه الإسباني الذي برهن على جودته كلاعب في المباريات التحضيرية التي شارك فيها مع البلانكو، وهو ما عزز فرص بقائه والتجديد له رغما عن الإصابة. أكدت التقارير الصحفية بأن إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيكون محور الصراع المقبل بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة الصيف المقبل. ولا شك بأن هالاند هو توقيع حلم لفلورنتينو بيريز لخلق ثلاثية هجومية مرعبة في الريال بجانب فينيسيوس جونيور ومبابي، ولكن قد ينضم برشلونة للصراع أيضا بعد توقيع عقد الملابس مع نايكي والعودة لقاعدة 1-على-1. ولا شك بأن هناك اضطراف أخرى ستكون في السباق، حيث سيحاول السيتي الحفاظ عليه وسيفتح باريس سان جيرمان خزائنه أيضا لضمه، ولكن فكرة دخول برشلونة ستكون بمثابة حياة أو موت لخوان لابورتا كصفقة انتخابية قبل الانتخابات المقبلة للنادي. عنونت صحيفة الأس الإسبانية حول مشاركة تشواميني مع الريال مشيرة إلى أن الفريق يستقبل أهداف أقل حينما لا يشارك الفرنسي.
الهجوم الذي ساقته الأس على أوريلين يضيق الخناق على أنشيلوتي مع كثرة الإصابات التي ضربت خطي الدفاع والوسط، حيث لا مجال لإثارة القلق من مشاركة تشواميني الذي حال تعافى من إصابته فسيكون ورقة هامة في يد كارليتو يحتاج إليها أمام سوسيداد. صرح الإعلامي خيسيوس جاليجو بأن مبابي حال لم يسجل في فترة التوقف الدولي الحالي مع منتخب فرنسا، فسيخلق حالة من الصخب وزيادة الانتقادات والهجوم. بالرغم من هدف النجم الفرنسي أمام بيتيس، واللذان من الممكن أن يخفف من حملة التشكيك في قدراته كصفقة يمكنها أن تفيد الريال، لكن تصريحاته مع المنتخب الفرنسي وظهوره بشكل متراجع مع عدم تسجيله للأهداف سيضعه لفترة أطول في مرمى النيران. تحدث نجم ليفربول السابق جرايم سونيس عن الكسندر أرنولد، مشيرا إلى أنه من نوعية اللاعبين التي تتناسب مع ريال مدريد بشكل كلي. قال سونيس: لن أتعجب إذا انتهى الحال بأرنولد في ريال مدريد، فهو لن يرحل عن ليفربول إلا للريال. طريقة لعبه وأسلوبه تتشابه مع النادي الإسباني، كما أنه صديق جيد لوجود بيلينغهام. تلك ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم أرنولد بالريال، حيث سبق وأن حدث ذلك خلال الفترة الماضية، حتى أن الكاميرات قد التقطت الصور للاعب وهو يوقع على قميص البلانكو. أرنولد قد يكون أحد مشاريع الريال المستقبلية في الصيف المقبل حال لم يجدد مع الريدز. أفادت التقارير الواردة في الصحافة المدريدية أن أنشيلوتي سيعتمد على كارفاخال في مركز قلب الدفاع في الفترة المقبلة بسبب تعدد الإصابات. هذا وسبق أن لعب النجم الإسباني في هذا المركز الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد وجيرونا في البرنابيو، حيث تعادل البلانكو في المباراة الأولى بهدف لمثله وفاز في الثانية برباعية دون رد. الجدير بالذكر أن ناتشو كان شريك كارفاخال في الديربي بينما شاركه تشواميني أمام جيرونا. بطولات الرئيسيه. الأخبار. الدوري الإسباني. ريال مدريد. فينيسيوس جونيور. الظاهرة رونالدو يعلن مرشحه المفضل للفوز بالكرة الذهبية 2024. حسام الدين مصطفى. كتب. حسام الدين مصطفى. الأحد 8 سبتمبر 2024 9:53 صباحا. آخر تحديث 8 سبتمبر 2024 10:44 صباحا. الظاهرة رونالدو. كشف الظاهرة رونالدو نازاريو عن مرشحه المفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2024 بعد أيام من إعلان المرشحين النهائيين. وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية يوم الأربعاء الماضي عن المرشحين، وعددهم 30 لاعبا، والتي شهدت للمرة الأولى غياب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بجانب عدم وجود جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح رغم تألقه الريدز في الموسم الماضي والحالي. وتحدث الظاهرة رونالدو عن مرشحه خلال حواره مع شبكة ESPN برازيل، وقال: أعتقد أن فينيسيوس يستحق بالفعل الفوز بتلك الجائزة هذا العام. وتابع: لقد ظهر بشكل مذهل للغاية في دوري أبطال أوروبا الماضي، كذلك الدوري الإسباني، وتطور كثيرا عن السنوات السابقة. وأضاف: أتذكر أنني قدمته في اليوم الذي وصل فيه إلى ريال مدريد، أعلم شخصيته بشكل جيد، أتحدث معه كثيرا عن كرة القدم وبتفاصيل معينة، وبالنظر إلى مستواه الفني فهذا تطور رائع. واستمر: أعتقد أن وقت فوزه بجائزة الكرة الذهبية قد حان بالفعل، لقد كان حاسما مع ريال مدريد في العام الحالي، بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم بفارق كبير.